السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا باشمهندس علي الشناوي AI Developer. هكون معاكم إن شاء الله في كورس الماشين ليرنينج. طيب، احنا في الأول كده يا شباب هنتكلم عن إيه؟ هندي انترو بسيط عن الماشين ليرنينج، هنتكلم عن إيه أنواع الماشين ليرنينج الموجودة. هنبدأ إن شاء الله مع بعض، نبدأ في بعض التاسكس المهمة زي الكلاسيفيكيشن، الريجريشن، الكلاسترنج، ونتعرف كمان على الاركتكتشر الخاصة بكل موديل. طيب، خلينا كده نبتدي في الاول، وهو اول حاجه انا عايز اعرفها هو يعني ايه ماشين ليرنينج. بكل بساطه يا شباب، في فرق كبير قوي بين التراديشنال بروجرامينج والماشين ليرنينج. ازاي؟ زمان كنا بنتعامل مع التراديشنال بروجرامينج ان انا عندي الديفلوبر بكل بساطه هو اللي بيحط الرولز بتاعه السيستم، وبعد ما بحط الرولز بتاعه السيستم ببدا ادخل الداتا بتاعه الانبوت علشان السيستم ده او الرولز دي تقدر تطلع لي الاوتبوت بتاعي. طيب، بكل بساطه ليتس اسيوم مع بعض ان ده الجزء الخاص بالتراديشنال بروجرامينج. فانا كديفلوبر كنت كل اللي انا بعمله ان انا بحاول ابيلد سيستم، يعني انا هنا كديفلوبر اللي بحاول احط الرولز بتاعه السيستم بتاعي. طيب، بعد ما بحط السيستم بيجي الاند يوزر بكل بساطه يدخل الداتا بتاعه الانبوت اللي هتتبع الرولز بتاعتي، فتطلع لي ايه؟ فتطلع لي الاوتبوت بتاعي. حلو قوي. طب هل الماشين ليرنينج بتتبع نفس السيناريو؟ الاجابه لا. الماشين ليرنينج دايما بنقول كده بالبلدي يعني ان هي علم تعلم الآلة. ايوه، يعني ايه برضو؟ يعني بكل بساطة انا مش عايز الديفلوبر هو اللي يتعب في ان هو يبني السيستم او يحاول يدور على الرولز، لان بكل بساطة هو ممكن ينسى بعض الرولز، ما يعرفش يعملها او ما تجيش في دماغه اصلا ان هو يحطها. فعلشان كده انا محتاج بكل بساطة اعمل حاجة اسمها ماشين ليرنينج موديل، كل اللي انا اساعده بيها ان انا اديها داتا او بنسميها هيستوري داتا. الهيستوري داتا اللي معايا اديها لمين؟ اديها للماشين ليرنينج. حلو قوي. طب هي هتستفيد ايه من الداتا اللي انا بديها لها دي؟ هي اللي هتتعلم بنفسها، بحيث بقى هي هتعمل ايه؟ هتعمل نفس اللي الديفلوبر كان بيعمله بالظبط، ان هي اللي تبيلد السيستم. بالظبط. يبقى انا كديفلوبر بدل ما كنت انا ببني السيستم، لا، الماشين ليرنينج ساعدني ان هو هيقدر يفهم طبيعه الداتا اللي معايا ويكستراكت منها رولز بحيث يبني السيستم. طيب، بعد ما يبني سيستم انا خلاص اقدر استخدمه. ارجع بقى لجزء تراديشنال بروجرامنج، ان انا ابصيله جزء الداتا اللي عندي اللي هو الانبوت، فبناء على الرولز اللي هو قدر يبنيها طلع هو مين؟ طلع هو الاوتبوت. فده بكل بساطه يا شباب الفرق بين التراديشنال بروجرامنج والماشين ليرنينج. في حاجه كمان محتاجين نعرفها بكل بساطه، ان الماشين ليرنينج ده هو عباره عن سب فيلد من الاي اي، من الارتفيشال انتليجنس. يعني الماشين ليرنينج جزء من الاي اي ده العلم الكبير، او دايما بنقول الامبريلا الكبيره اللي بيندرج من تحتها علم كتير من ضمنهم الماشين. طول ما احنا ماشيين هتلاقيني دايما بقول لك موديلز جديده، موديل خاصه بالريجريشن بالكلاسيفيكيشن، وهنعرف يعني ايه ده دلوقتي. فدايما نقول ان الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج كمان ان شاء الله اللي هناخده هو الكور بتاع الاي اي، فيها المودلز اللي انا من خلالها ببدا ابيلد السيستم بتاعي. بس انت لاحظت نقطه مهمه جدا، وهي الجزء اللي انا بشاور عليه ده اللي هو الهيستوري داتا. انت لاحظت ان الموديل بتاعك بيتعلم من الداتا، يس، ده اللي احنا قلنا من شويه. عشان كده خليني اقول لك ان الهيرت بتاع الماشين ليرنينج هي الداتا. دايما بنقول في الشغل كده، في داتا في ماشين ليرنينج موديل، مفيش داتا مفيش ماشين ليرنينج موديل. طيب، هي الداتا دي يا باشمهندس هل يهمني مثلا ان هي تكون كتير وخلاص؟ طبعا. لما الداتا بتاعتي تكون كتير دي حاجه حلوه جدا، بس مش وخلاص. يعني انت محتاج الداتا بتاعتك تكون كتير على قد ما تقدر، بلس الكواليتي بتاع الداتا يكون كويس، علشان الماشين ليرنينج لما تيجي تتعلم من الداتا يكون فيها كل الحاجات اللي انا محتاج الموديل يعرفها. فكل اللي انا قلته لحد الان كالاتي، اتكلمت في 2 بوينتس بس. يعني ايه ماشين ليرنينج؟ بكل بساطه هو سب فيلد من الاي اي. طيب، ايه الهدف منه؟ ان انا اخليه هو اللي يتعلم من الداتا اللي انا اديها له، بحيث ان هو اللي يبيلد السيستم. جميل جدا. طيب، بيعتمد ايه في الاساس؟ على جزء الداتا. طيب، جزء الداتا ده انا محتاج فيه يكون ايه؟ يكون حاجتين، تكون الداتا بتاعتي كتير، ويكون الكواليتي بتاعت الداتا كويس. يعني الكوانتيتي والكواليتي الاثنين لازم يكونوا متوفرين عندي. حلو قوي. تعالوا نروح بعد كده على الجزئيه الخاصه بانواع الماشين ليرنينج. باي ذا واي شباب،
عندنا 3 انواع اساسيه من الماشين ليرنينج. عندي حاجه اسمها السوبرفايزد، عندي حاجه اسمها الان سوبرفايزد، وعندي حاجه اسمها الرينفورسمنت. طبعا الكلام ده مشروح عندك بالسلايد بالتفصيل، بس انا هديك هنت عنه سريع كده وبعد كده نمسك كل واحد فيهم بالتفصيل. بالنسبه السوبرفايز ده يا شباب بكل بساطه بيتعلم من حاجتين، من خلال ان انا اديله الانبوت بتاع الداتا، وكمان اديله الاوتبوت اللي احنا بنسميه له الليبل او التارجت، ده بنسميه اوتبوت او ليبل او حتى تارجت. دول 3 مسميات. طب الان سوبرفايزد لا، كل اللي هو او كل اللي انا بساعده بيه ان انا اديله الانبوت فقط. باشمهندس انا حاسس ان انا مش فاهم قوي، خد بالك انا بس بحط لك الرود ماب الكبيره وبعد كده همسك كل جزء ده بالتفصيل. طب الرينفورسمنت ده خاص شويه بعلم الروبوتكس اكتر شويه. طيب تعالى بقى نفهم كل واحد فيهم بالتفصيل شويه. انت قلت لي اول حاجه انا عايز ابتدي بيها حاجه اسمها السوبرفايزد، وده اول نوع من الماشين ليرنينج واللي بيعتمد على وجود الليبل، يعني انا اعطي له الانبوت واعطي له الاوتبوت. تعالى كده نبص السكرين دي. ادي الموديل اللي انا لسه عايز ادربه، يعني انا هنا عايز اعلم الموديل بتاعي. فكل اللي انا هديله اتفقت حاجتين، هديله الانبوت بتاعي واديله الاوتبوت او الليبل. يا باشمهندس بس انا مش اخد بالي هو مين الانبوت واشمعنى ده الاوتبوت؟ ما هو الاشكال اللي عندك دي، الاشكال اللي عندك دي سوري احنا عكسنا، اللي فوق هو الانبوت واللي تحت هو الاوتبوت. فالاشكال اللي عند حضرتك دي هي دي الداتا. يعني ايه؟ يعني المربعات والمستطيلات اللي عندك دي الداتا. ما ينفعش في السوبرفايزد ادخلها للموديل على طول، ليه؟ لازم اقول له خد بالك ان الشكل ده عباره عن سكوير، خد بالك ان الشكل ده عباره عن تريانجل، وهكذا. يبقى انت كده كانك بتقول له ايه؟ كانك بتقول له السؤال والاجابه، كانك بتقول له السؤال والاجابه. عارف كده زمان لما انت تكون مش عارف تحل سؤال فتروح تبص على الاجابه بتاعته، ادي السؤال وده الاجابه. لو انت مش عارف السؤال بتبص على الاجابه فتبدا تستنتج الفهم بتاعك او بتبدا تستنتج خطوات الحل. يعني لما يكون عطيك سؤال وانت مش عارف تحله فبتبص على الاجابه، من خلال نظرتك للسؤال والاجابه الاثنين مع بعض بتبدا تحاول تاكستراكت هنا هو ايه الطريقه اللي كان يتحل بيها اصلا التصفيه دي. ده اللي الماشين ليرنينج موديل عايز يعمله بالظبط، اديله داتا واديله الاوتبوت بتاعها، يعني ادي لها السؤال وادي لها الاجابه. فبكل بساطه هي هتطلع لي، هي مين بقى؟ هتطلع لي سيستم خلاص اتعلم. فاحنا واقفين في الستيب دي، في الجزئيه دي خلاص السيستم بتاعي اتعلم، عرف الطريقه. طب يعني ايه عرف الطريقه؟ يعني حضرتك دلوقتي تبدا تديله داتا جديده اهي تختبره بيها، اقول له اتفضل ادي الداتا اللي عندي، ايه راي حضرتك؟ هي عباره عن ايه؟ فيقول لك خد بالك ان الشكل ده عباره عن سكوير وان الشكل ده عباره عن تريانجل. يبقى تاني انا عايز اعمل ايه من الاساس؟ انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز ابيلد ماشين ليرنينج موديل يتعلم. عشان كده بديله جزئين، بديله جزء الانبوت وجزء الاوتبوت. فبيبص على الاثنين ويحاول هو يبيلد سيستم من خلال انه يفهم العلاقه بينهم. طب بعد كده ابدا انا بقى اختبره في داتا جديده، اقول له اتفضل ادي الداتا اهي، ايه رايك البريدكشن بتاعي يكون ايه؟ فمن خلال الحاجات اللي هو اتعلمها يبدا يقول لي خد بالك ان ده سكوير وان ده كده ايه؟ تريانجل. فده بكل بساطه يا شباب السوبرفايزد. طيب تعال نروح عند النوع الثاني وهو الان سوبرفايزد. احنا قلنا في الرود ماب الاولانيه ان الان سوبرفايزد ده كان معناه بكل بساطه ان انا ما عنديش الليبل، انا كان عندي الانبوت فقط. طب ازاي يا باشمهندس؟ يعني انت قلت لي من شويه ان السوبرفايزد كان هيبدا يبص على الاجابه اللي هي الاوتبوت او الليبل عشان يتعلم منه. طب انا ازاي دلوقتي انت عاطيني الانبوت بس وانا اقدر اتعلم منه؟ طيب تعال نبص للشكل ده. لو انت بصيت للشكل ده يا شباب وقلت لك ان انا عايز اصنف كل اوبجكت في كاتيجوري او في كلاس لوحده او في جروب لوحده، فبكل بساطه اللي الموديل هيحاول يعمله ايه؟ هو هيبص للاوبجكت ده هيلاقي ليه اتريبيوتس او كاركترستيك معينه، زي ان اللون بتاعها احمر، ان هي واخده شكل سيركل شويه، فيبدا يحطها في جروب لوحدها. هنتعرف بعد كده ان الجروب ده في العمليه دي بنسميه بالكلاستر. طيب يجي يروح عند الاوبجكت الثاني ده هيلاقي ليه خصائص او اتريبيوتس مختلفه عن الاوبجكت الاول، فهتلاقيه بيجنريت او بيكرييت كلاستر تاني. فلو اخدت بالك نقدر كده بكل بساطه نقول ان الان سوبرفايز ده
قولا كده واحدا بيعتمد على السيميلاريتي. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه الحاجات اللي شبه بعض بيحطها في جروب او في كلاستر لوحده، فعشان كده في الاخر هيطلع عندك الريزلت دي. فده كده يا شباب بكل بساطه الفرق بين السوبرفايزد والان سوبرفايزد. تعال نروح عند النوع الثالث وهو الرينفورسمنت. الرينفورسمنت يا شباب هو الهدف منه ان انا اخلي الايجنت، وهنعرف يعني ايه الكلمه دي دلوقتي، تحاول تاخد ديسيجن في انفايرمنت معينه بحيث ان هي تحاول تماكسمايز الريورد بتاعي. يا باشمهندس انا حاسس ان انا مش فاهم قوي. طيب تعال نبص على الشكل ده ونفهم اكتر. انا بكل بساطه يا شباب عندي حاجه اسمها الايجنت. مين هو الايجنت ده؟ بكل بساطه هو الشخص اللي هياخد الديسيجن بتاعي. الشخص اللي هياخد الديسيجن ده بسميه ايه؟ ايجنت. علشان تتخيل الرينفورسمنت يا شباب احنا دايما بنقول اللي هو العلم الخاص بالروبوتكس شويه. فانا لو عندي روبوت مثلا حاطه في مكان في الشارع مثلا وعايزه يتحرك، فمين اللي هياخد قرار الحركه؟ الروبوت طبعا. طب هياخده بناء على اساس اكيد في كاميرا في عينه بتديتكت في اوبجكت قدامه ولا لا، هل الطريق فاضي، بلا بلا بلا، ده هنتعرف عليه بعدين. بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان مين هو الايجنت؟ هو الشخص اللي هياخد الديسيجن زي الروبوت مثلا. طيب طب في الحاله اللي انا واقف فيها بسمي الكيس اللي انا واقف فيها ايه؟ بسميها ستيت. يبقى الكرنت سيتويشن او الكرنت بوزيشن بسميه ستيت. حلو. يعني انا كايجنت واقف في ستيت معينه، ايه اللي بيحصل؟ باخد اكشن معين، فالقرار اللي حضرتك هتاخده هو ده الاكشن. وخد بالك ان انت واقف في انفايرمنت معينه، يعني المكان اللي انت واقف فيه ده بنسميه ايه؟ بنسميه انفايرمنت. خد بالك ان انت الاكشن اللي انت ممكن تاخده ده بيشمل حاجتين، يعني مش شرط يكون صح، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. علشان كده عندنا كونسبت مهم قوي اسمه الريورد. ممكن الريورد ده يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف على حسب الاكشن اللي حضرتك اخدته. يعني لو انت بتحل سؤال ممكن تحل سؤال صح فاديك بونص، ممكن تحله غلط فاديك ماينس. هي دي بالظبط اللي انا عايز اعمله. يبقى انا دلوقتي الخلاصه يا شباب ان حضرتك واقف في ستيت معينه، انت كايجنت واقف في ستيت معينه، بتبدا تاخد اكشن في الانفايرمنت اللي انت واقف فيها. الاكشن ده صح تلاقي الريورد بتاع حضرتك موجب، الاكشن ده غلط تلاقي الريورد بتاع حضرتك ايه؟ تلاقيه بالنيجاتيف. باشمهندس هو انا شايف حاجه بس عايز اسالك فيها، انا حاسس كده ان زي ما يكون في فور لوب انا عمال بلف كتير. اه طبعا، ما الموضوع يعني مش هيتم ان هي خطوه واحده بس، لا انا قلت لك ان الرينفورسمنت اصلا مبني على الكونسبت بتاع تراي اند ايرور. يعني الهدف منه كله ان هو هيعيد كتير كتير لحد ما يتعلم. دايما كده يا شباب بندي مثال على الرينفورسمنت عارف المدرب بتاع الدوجز؟ الدوجز بتاعتنا مش بتفهم، طب هو بيعلمها ازاي؟ فيبدا مثلا يرفع العلامه بتاعته فوق كده شويه ويحاول يخلي الدوج يرتفع لفوق. طب لو ارتفع مثلا يديله مثلا زي ابتسامه يحسسه انه مبسوط عليه، يديله اكل، الحاجات اللي هي زي دي فيتعلم. طب لو ما عملش اللي هو بيقول عليه يبدا ياخر عنه الاكل شويه، ما يبقاش مبسوط منه وهكذا. فساعتها الدوج بيفهم ايه الاكشن اللي الصاحب او زميله كان عايز يعمله. هي دي بالظبط الجزء اللي انا عايز اوصله لكم. طيب تعالى بقى كده ده كله كان انترو بسيط على انواع الماشين ليرنينج اللي هي السوبرفايزد، الان سوبرفايزد والرينفورسمنت.